إذا متابعينا الكرام، في هذا الخبر العاجل والمهم وكما تطرقنا في الفيديو السابق، نظام حضارة الجزائر يقوم بسحب سفيره من جمهورية تشاد. السبب كما العادة كما اعتدنا دائما بسبب إقدام جمهورية تشاد على افتتاح قنصلية في الأقاليم الجنوبية المغربية تحديدا في مدينة الداخلة. وكما قلت لكم، نظام حضارة الجزائر من خسارة إلى أخرى. فهذا السفير الذي تم سحبه من تشاد تم تعيينه قبل شهرين فقط. تم تعيينه في تشاد. فالجزائر تسحب سفيرها لدى تشاد اللي سميته جمال الدين عمر بن نعوم بعد شهرين من تعيينه، ردا على قيام تشاد بفتح قنصلية في مدينة الداخلة في الأقاليم الجنوبية دعما لسيادة المغرب على الصحراء المغربية. يلا شهرين باش عينوه هم سحبوه. وهذه المسألة تذكرني بالسفير الجزائري السابق في إسبانيا. تتذكرون بعد ما اعترفت إسبانيا المغربية الصحراء، سحبوا ذلك السفير من إسبانيا وخداوه إلى فرنسا، عينوه في فرنسا. ففرنسا اعترفت بمغربية الصحراء وسحبوا نفس السفير اللي سحبوه من إسبانيا. شوفوا التبهديلة اللي عايشين فيها حضارة الجزائر عباد الله، شوفوا الكارثة اللي عايشين فيها، المهزلة الدبلوماسية والفشل الدبلوماسي والانحطاط الدبلوماسي اللي كان في حضارة الجزائر. لكن ما هو أسوأ بالنسبة لحضارة الجزائر ليست مسألة سحب السفير، وليست هذا الهرطقات اللي جالس يقوم بها نظام حضارة الجزائر. الأسوأ بالنسبة لنظام حضارة الجزائر وهو أنه الآن رسميا وبشكل كلي داخل في أزمة دبلوماسية مع كل دول الساحل والصحراء. حسبوا معايا، عنده أزمة دبلوماسية مع مالي، عنده أزمة دبلوماسية مع النيجر، عنده أزمة دبلوماسية مع بوركينا فاسو، لأن بوركينا فاسو حتى هي فتحت قنصلية في الأقاليم الجنوبية المغربية شحال هادي. عنده الآن أزمة دبلوماسية مع تشاد. شنو بقى مازال؟ الرئيس الموريتاني هما جالسين كيسبوا فيه كيف ما شفتوا في فيديو سابق. ليبيا انتم عارفين شنو واقع، ومازال غادي نزيدوا نبحثوا على المعلومات ديال داكشي اللي واقع في ليبيا. نظام حضارة الجزائر معزول محاصر من كل النواحي. فين غادي؟ فين هو غادي؟ فين غادي من بهذا الحماق؟ فين غادي من بهذا الفشل؟ فين غادي من بهذا الغباء؟ فين غادي من بهذه الأمية؟ ومن بعد يخرج لك البوصبة يقول لك حنا قوة ضاربة. قوة ضاربة في سحب السفراء، اعترفوا بذلك. قوة ضاربة في سحب السفراء، اعترفوا بذلك. انتم جالسين كتسحبوا في السفراء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والى ان او لنقل الى ان ينهار هذا النظام، نظام حضاره الجزائر، لانه هو اصلا ذاهب نحو الانهيار. اشنو بقى لكم في هذا الملف؟ ماذا سوف تقدمون في هذا الملف غير الغوغائيه والبكاء والعويل وبيانات الاستنكار والتنديد؟ وعلى ذكر بيانات الاستنكار والتنديد، قال لك مرتزقه البوليزاريو اصدروا اليوم امس بيان للتنديد في انتظار بيان التنديد ديال نظام حضاره الجزائر. وهذا الشهر هذا ما كاين غير بيانات ديال التنديد والاستنكار والتاسف من نظام حضاره الجزائر اولا ومرتزقه البوليزاريو.